نددت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الإبادة الجماعية للإيغور من قبل الحكومة الصينية، ودعت الحكومة الصينية إلى إغلاق ما يسمى مراكز التأهيل والتعليم الثقافي في أقرب وقت ممكن، والإفراج عن الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة الذين تم اعتقالهم وسجنهم دون وجه حق. وفقا لتقارير وسائل الإعلام التركية الرسمية، في 26 من يوليو قال وزير المالية التركي براءة آلبرق: حصلنا على حزمة قروض من بنك التجارة والصناعة الصيني بقيمة 3.6 مليار دولار أمريكي لقطاع الطاقة والنقل التركي. وفي 22 من مايو عام 2015 استحوذ بنك التجارة والصناعة الصيني على 75.5% من شركة تكستيل بانكسي بقيمة 316 مليون دولار أمريكي في تركيا، ثم غير اسمه لاحقا ليصبح بنك التجارة والصناعة الصيني، لتصبح أول مؤسسة صينية تجارية في تركيا والمناطق المحيطة بها. وفقا للتقارير، في الضفة الغربية المحتلة قام نشطان إيطاليان برسم لوحة جدارية على جدار الفصل العنصري للطفلة عهد التميمي المعتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أشهر، بحيث قام جنود الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت باعتقال الناشطين الإيطاليين في مدينة بيت لحم. وفقا لواشنطن بوست، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا بتغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في 26 من يوليو، حيث قال: تركيا احتجزت قسا أمريكيا لما يقرب العامين، وإذا لم يتم إطلاق سراحه فستفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة عليها. وقد تطورت القضية بين الولايات المتحدة وتركيا، وهما حلفان في الناتو، وكان القس الأمريكي أندرو برونسون الذي سجن لمدة عامين متهما بدعم هجمات إرهابية في تركيا. وكانت الحكومة التركية قد فرضت الإقامة الجبرية على القس قبل يوم من التهديدات الأمريكية. وردا على ذلك، قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو بأنه لا يمكن لأحد فرض إملاءاته على تركيا، ولن نتسامح مطلقا اتجاه أي تهديد. ذكرت وكالة رويترز في 28 من يوليو: في الآونة الأخيرة تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، ومن أجل الحد من توسع النفوذ الإيراني في المنطقة روجت إدارة ترامب لتحالف أمني وسياسي جديد مع دول الخليج العربي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن، والذي أطلق عليه اسم التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، وأطلق عليها من قبل مسؤولي البيت الأبيض اسم النسخة العربية من الناتو. وسيتم مناقشة هذه القضية في القمة التي ستعقد في واشنطن في الفترة ما بين 12 و13 من أكتوبر القادم. أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق 75 من أعضاء الإخوان المسلمين، من بينهم قيادات في الجماعة، إلى المفتي العام للبلاد تمهيدا لإعدامهم في قضية فض اعتصام رابعة عام 2013 بعد الاحتجاجات الدامية في مصر بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. وقد ذكر محامي الإخوان أن إحالة ملفات المتهمين إلى المفتي العام لا يعتبر حكما بالإعدام.